تقولي بقلد فلان. حبيبتي إذا بدك تكوني أنت عندك مستوى عالي لقلدك، تكوني حدا ماشي معي، حدا يعني في بيناتنا علاقة قوية. أما حدا ما بعرفه داخل تكتبي لي بتقلد بفلانة، وأنا قلقان فيك وبفلانة. نحن بنقلد مين؟ دول الكل بيعرف إنه أنا مين بقلد. فتحت على 8:30. سوري بعتذر والله. مزبوط، في عندي صبايا بأمريكا توقيتي بيختلف. يعني أنا مرات بفتح هيك قبل بربع ساعة مش أكتر يعني. ما أتوقع. إيش فيها؟ تزعل ولا تنصتح؟ شو أسوي لها؟ وأنا طالع أقلدها عشان هي تزعل ولا ترضى؟ هذا الموجود. هذا الموجود. الصراحة شكلي راح أسكر التعليقات أفضل شي. يو سوري حياتي، سوري. لا أنا فكرة أنا مسجل اللايف على كمان تلفون، ببقى بنزله على اليوتيوب. يا أهلا وسهلا، أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكم. تل أبيب أنا. أهلا وسهلا فيكم، حياكم. مجنون بكون يا حبيبي. في جريمة قتل صايرة من أسبوع، جريمة جديدة يكتشف فيها شخص. والله العظيم يا جماعة أنا انصدمت من الموضوع اللي سمعته. صح أنا طالع بالبداية أعمل جو ودراك كوين واتس اوكي وقصص، بس صايرة جريمة قتل قبل فترة أنا عرفت فيها امبارح. في شاب بدون ذكر أسماء، موجود سنابي، موجود هيو على البايو. في شاب هو فنان وبدون ذكر أسماء، يمكن أغلبية منكم بيعرف القصة. اتشاجر مع ديانا بلا كلسون، كان في بيناتهم شجار. وديانا بلا كلسون نصتت صراحة. يعني أنا استغشيت بالموضوع، ومبارح بسأل عنه حدا يعني رفيق أنا وياه، بقول له في قصة صارت 1 2 3 كذا. بقول لي أنت ما عرفت؟ بقول له لا. قال الشاب هذا لقيه عنده حرامي بالبيت والحرامي قتله. الزلمة بعد طوشته مع ديانا بلا كلسوني بيكتشف انه في حرامي عنده بالبيت وبيدخل وبيقتله. انا صراحة انا صدمت من الموضوع، لانه هو ما صارلوش فترة قصيرة هو وديانا بلا كلسون في بيناتهم كان مشاجرة قوية. ففجأة انه الزلمة يموت، انه دخل عليه حرامي وطخ وما بعرف هالقصص. ديانا اخت زين. لا صراحة أنا لازم نتعمق أكتر بالموضوع، لأنه الموضوع أنا عرفت فيه بس امبارح. ف شو رأيكم أنتو إنه شاب فنان يصير في بينه وبينها نقاش وتحقد عليه وفجأة يلاقوا عنده حرامي ويقولوا الحرامي قتله والقصة كيف؟ يعني الحرامي فجأة بس دخل عليه على البيت بوقت اللي تطاوش فيه مع ديانا. ليه شفت معاذ وهو بيحكي إنه بأمريكا؟ شفته زي الجمل لما ينقلوه من الصحراء على المدينة. شفته وشفته قرعة ديانا كيف من هون عاملة زي طيز الوالدة. المهم أي حدا بتقاتلوا معه بموت بظروف غامضة. طبعا هدول الموجودين بدول عربية، تمام، هدول بيكونوا موجودين بدول عربية. السايب واللي إذا شيرين عبد الوهاب دخلوا أخدوها وشحطوها وضربوها، وهذا الدم الدول العربية بصير فيها قصص مثل هيك. من بصدق يعني. فانه رفيقي يقول لي 1 2 3، انا بتفاجأ بقول له طب هذيك المرة لسه كنا شفناه وكذا. قال انتقل لرحمة الله تعالى. صح هو مذيع لبناني، وهلا الوضع بلبنان جدا مكهرب، والعالم لا في حكومة ولا في اشي ولا في،
والناس عم تنقتل بلبنان وما بيعرفوا مين بيقتلهم. عشان هيك هو اللي بلبنان أغلبيتهم هربوا برا. النخبة طلعوا من لبنان، النخبة الكبار طلعوا من لبنان، ضل مين؟ الشعب. فهذا الفنان كان موجود بلبنان ببيته، قال اكتشف حرامي بعد ما تطاوش مع ديانا، والحرامي قتله. سبحان الذي خلقهم هالحرامية، ما بنطوا على الواحد، وسبحان الذي خلقه هالمرض ما بيجي بالواحد إلا بعد ما يتطاوش معه. سبحان الله. والله يا حبيبتي أنت المحترمة، والله يا عمري أنت المحترمة. أنو كتب اسم؟ ما حد تكتبوليش أسماء، أنا مش ناقصني. أنا بقولكم شو صار، بدون أنا بحكي قصص، يعني اعتبروا قصص جحا وحماره. لا تكتبوا لي أسماء، أنا خلص اللي عارفة بالقصة تنصت. لا أنا بدولة قوية، أنا هون مش بدولة عربية يفوت علي الحرام أقول له اقتلني. هون حبيبتي النملة إذا إذا بتطرق ذاك الإشي بيسمعوا صوته. عرفتوا شلون؟ فأنا صراحة جاي أحكي لكم قصة ما قبل النوم. هلا اللي كانت في المسرحية قبل نص ساعة يمكن شافت اللوك تبع الدراس وكان والرقص، وشوف انت جاي منين وانا جاي منين، وقصة أردوغان والمطار وعملنا كتير يعني جو حلو فاني. بس بقولكم انه هلا بدنا نبدأ بحلقات ما قبل النوم. فهذا المذيع اللبناني اتطاوش هو وديانا بلا كلسون، بعد بيومين بموت، وبموت بسبب فظيع انه دخل حرامي عليه وقتله. ما حد عرف مين قتله وشو كان عنده اصلا تينسرق. معقول؟ لا مش مهدديني، انا ما بدي احكي الاسماء لانه انا ما بدي احكي اسماء. يا اختي هالبني ادمين عندي لا بفهموا ولا بيستفهموا، والله لا بفهموا ولا بيستفهموا. لازم انا ابلغ عليهم واعمل لهم بلوكات. انا ما حدا بيقدر يهددني، فهموه. انا ما بخاف الا من الخلقني، وانا بني ادم اخر همي، وزي ما بيحكوها اللي خايف عليه قاعد عليه. شو مال اللبناني يحكي له؟ طيب هذا اللبناني متطاوش مع ديانا بلا كلسون، وصار في بيناتهم نقاش انه راح انزل عنك اشي وراح اكتب عن انك اشي. الزلمة هذا تاني يوم بموت، وبموت بسبب انه دخل عليه واحد عبيته من الشباك على اساس انه حرامي وقتله بلبنان. وهذا الزلمة فجأة مات بعد مشكلته مع ديانا بلا كلسون. وديانا بلا كلسون بتطلع بنفس اليوم اللي هو مات فيه تضحك وتلعب. شو رأيكم انتو؟ شو رأيكم انتو؟ لا مش خايف والله، انا مش خايف. لا ما انمسك الحرامي ولا شي، ما انمسك الحرامي ولا شي. راح الحرامي بخبر كانه. احكولي عن نظارة المقلمظة. حبيتوا نظارة المقلمظة؟ رجعوا لي اياها، كانت ضيعة بالمطار. هي نظارة مقلمظة بلعب الألماس، شايفين؟ ف نحن لازم نعرف شو بصير.
انه ليش فجأة والشرطة مزبوط ما لقيوا اشي مسروق من بيته، وكيف يعني بس دخل واحد عشان يقتله فكروه حرامي، وفجأة أصلا اللبنانية يا دوب هم ملتهيين بلقمة العيش. هلأ بلبنان خصوصي هم بعبارة إنهم بحرب، فيا دوبهم الله يعينهم عن جد. لا ما إله على أساس مخدرات ولا شي. لا لا ما كان إله لا خاص لا بمخدرات ولا بشي. الشاب فجأة بيدخل عليه واحد على أساس إنه بده يسرق، بيقتله بعد طوشته مع ديانا بكم يوم، بيومين حتى. الشاب فجأة بلاقي حاله مطخوخ. ومين هالحرامي اللي يم عرف بيته ومن وين يدخل وليش ما سرق؟ طب الحرامي كان في بيته ليش ما سرق مثلا يعني؟ عرفتوا كيف؟ حتى بس ما تراغد ما حد فتح موضوعه بلبنان. يا اختي مش لبنان بالاول تكون دولة قوية؟ دخيلك يعني بلبنان اذا بتنسرقي ما حد بلاقي لك الحرامي، بدهم يلاقوا لك قاتلك مثلا. ما سرق شي الزلمة، فات حرامي قال قتله وطلع ما سرق شي. يا اختي فخر يكسر بعض. اكيد 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 اكيد. فكرت الحرامي دخل علي. آي. هديلة اسمها واحدة اسمها هديلة كاتبة زي النساوين دواوينا كلها. شو بدنا نداون؟ بشو بدنا نداون؟ بدنا نداون فيكي هلا. تعالي اشوف. اول اشي حاطة اشرب احمر، هاي واحدة. تنين مغطي نص وجهك. ليش؟ في واحدة بتعمل بنص وجهها هيك هيك حاطة صورتها على هيك هيك جايلة في وجهها على البروفايل. خلينا نحكي بسيرتك، نحكي عن إشاربك الأحمر اللي أبو طعجة، ونحكي كيف حاطة صورة نص وجهك جايلة هيك. عرفتوني ولا لا؟ حبيبتي فايتي عندي تكتبي لي إنه هذه دواوين نسوان، ولا نحن شو بالجامعات بنعمل؟ بدنا نحكي ونبر ونفتح ونسوي سحورات. انت شو مفكره حالك داخله عندي هون تصلي الله اكبر الله اكبر يا ام وجه ونص؟ حبيبتي طلعي وجهك بدل ما انت حاطه اشارب احمر ابو طعجه وعامله بوجهك كده. عرفتوني ولا لا؟ الغوله اجتكم العموره. حبيبتي منيح ما منظرك منظر بقى. يي اللهم عافينا شوي وفكرت طلع لي ساحره ساحره. لا وحاطه صورتك على البروفايل. قطعتي نصيبك قطعتي نصيبك بالبروفايل. يا عليك ان شاء الله. في وحده بتحط صورة وجهها. والله ذكرتيني في معلمتي ايمان وانا صغير. معلمتي ايمان كانوا زمان يجيبوا بلاستيكة ويحطوها بقلب الاشرب عشان يكون عامل هون زي الشمسية الاشرب. بتحطها البلاستيكة جوا الاشرب وبتربط الاشرب هيك، فبصير هون واقف هيك زي الشمسية. وهيك هي لابسه هذا الموديل اللي انا اول ما انخلقت شفته على معلمتي بالروضه سم ويا اصحابي. انت داخله عندي تطقي حنك وتسمع اللي بدك اياه ومبحلقه عندي باللايف وعامله كده، واخر اشي تقولي لي هذه دواوين نسوان. دخيلك ليش انا بفتح لايف اصلا كل متابعاتي نسوان. نحن بدنا نفتح مواضيع نسوان. هلا بدي ادشر مواضيع النسوان واستلم موضوعك. تعالي. هلا اول اشي الاشارب الاحمر ممنوع، بدك تشيليه ابو طبقتين كحلي واحمر خلص. تاني اشي صورة وجهك هاد اللي زي قاطع النصيب هيك
شيليها. ليش؟ لأنه منخارك جاي الأطول من تبعي، هيك منخارك مبين أطول من تبعي، يم بالصورة طالع منخارك. فيا حبيبتي يا عمري، مش عاجبك الحديث اطلعي واعملي انفولو واعملي بلوك كمان. ريحي نفسيتك، هيك نفسيتك المريضة ريحيها. مش عاجبك الحكي اطلعي من اللايف، عاجبك الحكي تعالي هنا. خلص خلصت. لا وبتلحق حاطط لي بلاستيكه في قلب المنديل ولففت لي اياه وحاطه طبقه بردانيه وطبقه حمراء وطبقه كحليه وداخله عندي جايلي هيد ومش عاجبها الحديث، مش عاجبها الحديث. ام شمسيه خلاص، ام شمسيه هدي. يبلاكي بقتلك ان شاء الله ام بلاستيكه. خلاص دشونا هلا من ام بلاستيكه. عليا وينها؟ جيبوا لي عليا. عليا وينها؟ خايف عليها تكون انقتلت لانها كانت ضلت تسب على قلبها لكلسون. يا الله يا عليا وينك؟ انتي هون؟ عليا ييو ماتت عليا. مش قادرة مش قادرة. أمي بلاستيكة أمي بلاستيكة حاطة إشارب أحمر. أمي كأنها متضامنة مع تركيا كاينة بيوم الانقلاب. نفسي واحدة تفوت تكتب لي كلمة صح وتنتقدني صح ويكون منظرها بني آدمة. إلا والله أتفرج على البروفايل قبل ما أفوت بس أشوف الصورة هيك حسبي الله ونعم الوكيل. اللي هيك واللي عينيها فايتات في بعض واللي منخارها أطول من إجري واللي جاي لي أبو طبقة وأبو طبقتين وبلاستيكة أيام معلمتي إيمان بالروضة ويا أصحابي والنهر والقطار يمر مسرعا. يي على السوشيال ميديا وشو فيها، شو فيها السوشيال ميديا شو فيها. هدول إلهن نصيب اللي جايلات هيك واللي بتكون حاطة الحمرة لهون واللي بتكون رسم الايلاينر بدل هون عملته من هون العكس. هدول إلهن نصيب. اما تيجي وحده اموره كيوت تقول لي لاف يو نايس افوت على ايش؟ افوت على حسابها اشوف صورتها بالبروفايل عامله كده. هدول ما إلهنش حظ. انا لي إلهن حظ؟ ام بلاستيكه وام طبقتين وام صدر طالع وام صدر نازل واللي بتحط الايلاينر بالعكس. هدول إلهن الحظ. واللي دنياها بيجيبوا عمان فضائيه بس هدول هن. جرحتها وشليت املها، هي جرحتني. انا حساسه ما فيكم، انا حساسه والله. في هذا يوم ترى جاهز يوم بخش عليكي دف بخزق معدتك. تخزقلناش الجو ها والله بخزق لك معدتك بطخها. المهم يمكن هربت هلا. هي وينها؟ ام اشارب انت لساتك باللايف ولا طلعتي؟ ام بلاستيكه منتقدة الدواوين النسائية هربت خلص. هو في هدول الشربات موجودات لسه والله منهم؟ هدول الشربات ضل منهم؟ الله يرحم معلمتي إيمان. يا معلمتي إيمان كانت ضلها لاحقتني تراقبني شو بقول للاولاد لانها عرفتني كنت اخرب اخلاق الاولاد ادبحهم ببعض اقول له هذا احكي عليك هذاك سوى فيك وهذا كذا. من يومي بحب الدواوين النسائيه، جاي انت تنتقديني بالدواوين النسائيه بعد 26 سنه؟ خليني علياء والله علياء لازم نتفقدها حرام. علياء وينها؟ عمري ما حضرت بث لحدا، اول مرة بحضر إلك وكتير بحب حكياتك يا عمري. انت ما لحقتيش ايام العز. انا بطلعش لايفات كتير، بطلع بشكل مفاجئ حقيقي طبيعي وشعراتي منكوشات وبحب الدواوين النسائية والسحورات والفتاحة وفتح النصيب. إذا تفتح نصيبها تبعت لي على الخاص. ترى بعرف واحدة بتفتح النصيب
بس ما الله يستر مش نقطع رزقك تدقي فيني. انا ما انا شكو، انا بعمل دعايه لفتاح. مو يجروك على المقبره، مو تعطيهم ذهبك. انا شكو، انا بدلك على واحده بتفتح نصيبها. اذا بتحب تفتح نصيبك بعتلي على الخاص. يا ربي، اخ يا ربي دخيلك شمس الاغنيه اجت. خلاص شمس الاغنيه اجت. يا مرحبا يا شايفي يا ام بلاستيكه، هيك منديل ام بلاستيكه، هيك البلاستيكه وعليها اشارب. والله يا ام بلاستيكه لو شفتك لابسه زي هذه الطاقيه وعامله هيك في الصوره، صوره الماكله عصا، اوكي بسامحك. اما نحط صورتك هيك منخارك اطول من اجري وبديش اعرف انو انتي شو بعينه كانت تعملي بعينه وفجأة خطرت لك الصورة لازم تكون على الانستغرام. طب ها بعينه يا ام بلاستيكي. الله يفع عينك. ام بلاستيك، ام بلاستيكي مسحت سوت على الانستغرام ديليت، مسحت التطبيق. ام بلاستيكي، ام بلاستيكي مسحت التطبيق. يا ربي والله يا ام بلاستيكي بحارجك انك انت مسحت التطبيق. صالح صدر ما في بيني وبينه اشي، هو صديقي واحنا ما في بيناتنا الا كل الاحترام، وما في بيني وبين اي حدا مشكلة، وانا صالح صديقي. تعال رجعت تكتب لي نفس السؤال يا اختي، الناس عندها اعاقات. شايفة هذه اللي اكلت بلوك هلا تعرف انه بديش تتابعيني من النهار لانه انتي يلا يلا اللي بتشوف حالها اكلت بلوك فجائي تعرف انه في سبب. بدون اسماء، ما حد يكتب لي اسماء. والله 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 بسوي لك بلوك. انا برج الحمل. لا يا اختي شو بفتح يفتح لك قبر، انا بمزح. يي بكره يصيروا يقولوا لي وبيبعت علينا شياطين وبيسوي لنا سحرات، يبلاكي بقتلك ان شاء الله. انا بمزح معك مزح. شو عن جد بتفتح يفتح لك قبر ان شاء الله. روحي دايرات ورا الفتاحات والفناجين. اهدي اهدي. شو بدك تجلب الحبيب؟ اعطيني رقم وانا بحكي معه بترجى يجي يطلبك دخيلك يسطر علينا. وهي بلوك. شايفين اللي بتشوف حالها، اللي بتشوف حالها اكلت البلوك. يلا وها يلا مين كمان بدها بلوك؟ ما بدي والله ما بشيل البلوك. تدخل عندي تقول لي مشان الله يا لي والله ما غلطت على اللايف شيل البلوك. والله ما بشيل البلوك. والله انت مهربات مهربات. اقسم بالله اقسم بالله لسه عيني ما شافت، عيني ما شافت مهربات مثل كل ما شفت. اللي بتكتب لي اسم تعرف اني حاش العصابة طيزها. ها يم بالعربي اللي مشرمحي. انا فيش عندي خطوط حمراء، بحش العصابة طيزها. I give you عصات القشاطة in your ass.
اذا انت ساكنه بامريكا، من هدول اللي بيكونوا ساكنات عندي بامريكا. ليو هاو ار يو بابي حبيبتي، العصاطه القشاطه ان يور اس، اذا بتكتبي لي نيم ها ديري بالك. بالعربي اللي مشرمح يم، بالانجليزي اللي مخربط نصه عربي. والله اللي بشوفها كتبت لي اسم تعرف حالها انتهت. نور ترك هيا وبطل يطلع معها. يا حبيبتي نور كان متجوز ليث. ليث ونور كانوا سمسم سمسم، وعشان هيك كان يروح يجي معهم. لما خلصت السمسم سمسم خلص، هلا نور ملاقي له واحد خروف مقعده عنده في دبي بصرف عليه. اتس اوكي شوجر دادي. ليك الواوا بوس الواوا. شو رايكم بالمسرحيه تبعت بوس الواوا؟ آي. والله غرفة ملابسي أنا من أيام خشبة، حتى ها بخلي دائما هيك عشان ما يقولوا لي يوم داحش راسه بغرفة الثياب. وليه معصية ميدو فالخلي ميدو أرسلي. نصبت علي ليش يعني؟ سرقتني ليش؟ بدي أشوف إذا كاتبين لي أسماء وأطرق شوية بلوكات لكم وحدة مزنبرة عندي باللايف. لحظة، اللي بشوفها كتبت عندي اسم تعرف إنه رح تاكل بلوك وما رح أشيل البلوك. أنا بديش تشوفني بالناقص. هذا الحيوان اللي بده يركبك، حيوان اللي يشوط عليكي. شايفة كمان بلوك وهي بلوك. أنا ما عندي قصص حبيبتي مع حدا، أنا ما حدا عنده قصة معي. ها هاي ريبورت. يلا شكرا. بترجاك أنا ما عندي مشاكل مع حدا، أنا ما عندي مشاكل مع حدا. لا تكتبوا لي اسم مجهول ولا تكتبوا لي اسم مكعور. أنا اللي معي مشكلة معه بطلع بشرشح أمه، غير هيك أنا ما في عندي أي حدا معي مشكلة. اللي عنده مشكلة معي ياكل خرا. أوكي؟ والله وأنا بموت فيكم حياتي انتو. هلا نحنا بنشوف انه مالح عتتوزع اللقية، لقية الرز ولقية الفستق ولقية مش عارف شو. صارت منزلة الفيديو تبع اجرين اللي في المخيم، فرجتنا حسستنا انها راحت على مخيم السوريين اللي كانوا بالثلج. لهالدرجة بدك ترقعي للبنات البراند تبعك؟ يعني انه انت بتعطي المحتاجين اشتروا من البراند امانة؟ يا اختي براندك مضر بالصحة. حاطة لقية رز ل10 أنفار بكيس أسود مش معروف شو فيه، منفوخ بهوا. وحرام أبو الكيلو اللي يا دوبي إذا الوحدة جوزها دبل كليك ولا ناصح بكشفها بالليل وبتغطى يا دوب يغطي طيزه. شو اللي بعتي انت للمخيم اللي مصورة جرين المخيمات وإيديهم والعياط والتشرمط انت ما شافوك يعني بز طالع وبز نازل، يعني خافوا منك بالمخيم؟ كيف امنوا لك ولاد المخيم؟ حتى على الفلسطينية يا عاهرة رايحة تعمل عليهم دعاية. مصورة طيز اللاجئ، مصورة اجر اللاجئ، بابوج الوضو تبع اللاجئ، مزعت اواعي اللاجئ وصورته اواعي ممزعة. يا اختي بدي اقول لك شغلة، الكلاب اللي على الحاوية شبعانة. اذا انت بتفكري انه انت رحتي واو وفاين وسوي حرام يعني خلاص الناس نسيت انك شلكة، ونسيت صوتك المسجل، ونسيت انك بتشتغلي دعارة وتسهيل دعارة، ونسيت انك بتقتل العالم، ونسيت ونسيت ونسيت. هذه يعني يكون تكفير عن الذنوب على حسابي انا على فلوسي. انت يمكن تصرفي قاعدة من فلوسي لهلا. طيب نروح للموضوع الثاني، نمشي مع امبيروكي خطوة خطوة.
هلا يا ام قرعه، يلي ريحه عرقك زنخ، يلي اجريكي بيناتهم اسود كتر ما بيحكوا في بعض، لانك انت ما شاء الله عند الفخاذ يعني افتح يا سمسم. انت شو خطر لك خاطر تروحي تاخدي كم حرام يا دوب يغطوا طيز الناصح؟ اذا كان واحدة جوزها دبل كليك تكشف بالليل، المرة بتلتفح اذا بنام جنبها وعلى نفس الحرام، هالقد الحرام بكمش مع الغسيل. شو قدمتي انتي؟ ليش ما صورتي الطرود؟ شو في الكيس؟ ليش ما صورتي للناس بكيس شفاف، كرتوني مفتوحة، قلب مفتوح يفتحوا لك قبر؟ هذا دليل انه انت حاطط لهم لقية روز، وحاطط لهم 300 ملي زيت قلي، ومحملتيهم جميلة، وحاطة يمكن قطن مخدات في قلب الاكياس. ويا حرام هاللاجئين شو ما بيجي عليهم بيحكوش لا، ما بوفروا. وماخذة معك 20 كاميرا. من وين طلع الخير هذا؟ من وين؟ هلا اذا البراند تبعها ما زبط، بدها تلبسه للناس خاوة انه انا والله مصرياتي بتروح للفقراء. والله كتير اوفر. براندك اسرائيلي وبتروحي بتعطي المصاري والفلوس من البراند الاسرائيلي للفلسطينية بالمخيمات. حدا يفهمني يا جماعة. هلا البراند اذا كان اسرائيلي بينعطى حق فلوسه لناس مسخمين، حتى شو بينعطوا لقيات سكر ورز قاعدين من براند فاشل؟ لا صراحة كتير اوفر. انا بشوف انه هذا الاشي سوبر اوفر. مرموطة، تعرف انه كسها بده ينشر على الحيطان. تعرف شو يعني ينشر على الحيطان؟ بدي اطبع صورة كسها وعلقه عند المخيمات محل ما زين بتوزع اكل، بلكن بتنعنش لما تشوف كسك الاسود يا ام ركب وكوع. اللي بتكتب لي اسم اللي كسها اسود تدخل تكتب لي اسم حنبري عندي في اللايف، نازل كتب اسماء اسماء اسماء. انت شو بدك؟ مالك؟ شو بدك؟ ليش كسك هالقد منفوخ ومولع بده ينفجر؟ جايتك الدار بدك تفشي خلقك فيني؟ تكتب ليش اختي اسماء حدا؟ انا بحكي اسماء يا عاهره. انا نفسي بحكيش اسماء، ليش بدك تكتبي لي اسماء 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 اسماء؟ ولي ام كس اسود؟ الله يسود عيشتك، بس بختك زي كسك اسود يا ام كوع ركبه. والله ام كوع ركبه اذا بتكتب لي اسم المقحوبه المفتوحه لا اورجيها. نرجع للموضوع. نستني المقحوبه ام كس اسود. حسبي الله عليك يا ام كس اسود. الله ينتقم منك يا ام كس اسود. قولوا امين. المهم النصاحة اتس اوكي. النصاحة اتس اوكي، بس النفاق، احنا بنحكي على النفاق. نحن بنحكي على النفاق انه هلا انا بقدر اجيب لي هيك لقيتين رز واحطهم بكيس اسود واصور حالي واعمل حالي رايح اعطيهم للاجئين ومشان الله الحقوني وهالقصص الكذابه. انت من وين بتعطي اللاجئين؟ اتخيل لما كنت انا وياكي بتركيا ماشيين بالسوق ترجوك السوريين يعيطوا بالشوارع مشلحين، ما طلتيش ليره واعطيتيهم. الخير هذا قدام الكاميرا من نندب. من وين؟ انا لما كنت معها يا جماعه، انا لما كنت مسافرين مع بعض يا جماعة، كان لما تشوف الشحادين تعمل حالة مش سامعتهم، ولا نسيت افتح لك كاميرا وفلاش عشان تبلشي تطولي وتعالوا يا اطفال. الحنية هاي من وين طلعت فجأة؟ عشان البراند فشل؟ انا بعمل خير ما بصور، الله اعلم قديش بعطي ناس، ومنهم ما بيستاهلوا كمان، وبطنش. عمري ما قلت لواحد تعال اصورك انت واطفالك، حرام. هذا مش حسنة، هذا اسمه هلسنة، تصوير وتيك توك، وعيب عيب. مصورة اجرين اللاجئين، حسستني رايحة على الحدود السورية. لما ماتوا السوريين واجوا على الاردن كنت تغلطي عليهم على حساب خالك.
ام بلاستيكة، ام بلاستيكة رجعت معنا على اللايف. ام بلاستيكة مسحت الاب وقالت بديش. يبلاها بقتلها. انا لهلا غاب صوابي. دخلت كتبت انا مو عاجبني الحديث تبع النساء. طلعتك ببروفايلها من هون هيك بالخزق هذا اللي بيكون مبين، اللي هي جايلي في وجهها هيك، بيرد جايلي بوجهها هيك لابسه منديل زي ايام معلمتي بالروضه بلاستيكه، على منديل احمر وطبقه ايش، شو الطبقه لونها كحلي، وقال الشمس داخله بعينها بالصوره. قال شو متصوره انه الشمس داخله في عينها، ان شاء الله مخرز يخش بعينك. انا لهلا مش مستوعب كيف تصورتي هالصوره. مش عارف كيف تصورتي هالصوره. انا بقولكم شو في بالكيس. كيلو رز ل10 انفار، 300 ملي زيت قلي، وكم علبة لحمة بايرة من تبعات الحرب، الثلاثة ب10 أو الخمسة بدينار، وكم علبة طونة عربية اللي بياكلوها من هون بنسهلوا من هون، وشو كمان عصير حل تانج، وبس. طب انت لو انك صحيح ليش ما عبيتي، ليش ما عبيتي الخير قدامنا مدامك صورتي جريهم وطيازهم وبزازهم ودخلتي على المخيم وقرفتي من مطبخهم ومن شكلهم؟ كان صورتي كيف عبيتي، شو حطيتي بالكيس، اشي فرجتينا شو حطيتي بالكيس للعالم، مش حرام ابو الكيلو. نفاق السوشيال ميديا ما عمري شفته بحياتي، بحياتي. والناس يا حرام مساكين، على الفاضي على الفاضي. خلص بدك تعملي خير ما بصوره، ما بصوره، ما بصور الخير. يعني شو بدي استفيد انا؟ شو بدي اقول للناس انه هيني بعمل خير؟ ما في فايدة صراحة يعني. الله يسلم عليها على اليوشا. ام بلاستيكي راحت بخبر كان. صحيح بدها تلزق للنسوان المسكارة، بدها تقلع عينين النسوان. لا مش عن يومي. يومي بتجنن وقمر وسمراوية وطق اذا زين عندي باللايف. طقي طقي يمي بزاز، طقي طقي من الطياز، امي بزاز، طقي طقي من الطياز، تعي شوفي تعي شوفي الخصر. ايه ايش فيها؟ ام بلاستيكة وينها؟ ما تركت حدا من شرك طبعا، لانه شوف هلا المحترمة بحطها على راسي، اما الام بلاستيكة داخلة تنتقديني. الك ساعة مبحلقة باللايف، ساعة مبحلقة باللايف ورخي دانك تتنصتي، واخر اشي بتكتبي لي مو عاجبني اللايف حكي نساء. ولا النسوان اللي عندي كلهن ال 800 وحده هلا قعدات على اللايف متفضيات وقعدات بنصتن وبتنصتن. يعني هيك لله للوطن؟ راخي دينها بتتنصت باللايف ام بلاستيكا، وهلا شو مو عاجبني. قمت قلت يا هذيك انها اكيد ملكه من الملوك داخله عندي يا حرام، اكيد اخت هيفا وهبي هاي. دخلت طليت هيك في الحساب بدي اسوي لها ريموف. لهي هيك عامله على الشمس. عم بلاستيكا
حاطة منديلها زي أيام زمان، هذه القطعة البلاستيك اللي بتكسر المنديل، وهون بتلبس كمان طبقة كحلي. عامل آي يا حرام، أم بلاستيكة شو صار فيها، يا ويلي عليها. طبعا عمل الخير إذا بتصور أصلا. شوفي أنا في ناس والله كنت أبعت لهم بدولة تانية، حدا يكون مثلا عن جد بيعرفهم منيح منيح، أقول له خلص خد لك هاي مبلغ وقدره مثلا إشي بسيط واللي فيه الخير. عمري ما صورت لحدا إشي يا عالم، عيب. لا ولا احمل كيس اللحمة بدي أصوركم، يي حرام حرام حرام. ولا موقفة الأولاد مصور جرين الأولاد، مصور جرين الأولاد، يا عليها إن شاء الله بلا أخلاق. لا هذه مش طبيعية، كانت تتقاسم وتسرقهم. ام بلاستيكة وغرة مزيتة.